السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الشنطة اللي قلبة الجروبات كلها وقلبة الدنيا كلها. هوريها لك ان شاء الله بكل تفصيلة فيها وشرح خطوة بخطوة للمبتدئين. تمام. بصي الشنطة واسعة من جوه، شايفة؟ زي البحر، شايفة؟ خلاص بس كده. بصي بحط فيها بكرة الخيط، يعني شايفة؟ بصي ممكن تتقفل، بس انا مش عايزة اقفلها عشان ما تغباش على الفريم. تمام. طيب اهي الشنطه ديت واخده نص كيلو لولي او نص كيلو خرز. عايزه تطولي الادوار بتاعتها تخليها اطول، هتاخد زي 700 جرام 600 جرام 650 في الحدود ديت، على حسب ما انت عايزه تطوليها. عاوزاها كده هي كده مناسبه جدا وحلوه قوي قوي عشان ما تبوخش. خلاص. طيب جايبه الفريم منين؟ جايبه الفريم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الفريم المعدن جايباه من عند مصطفى عبادة، ممر زوزو باب الشعرية. الفريم مقاسه 20 سنتي، سعره 95 جنيه. تمام. طيب وجبت معاه السلسلة ديت علشان خاطر بعد ما نخلص خالص هنركبها ان شاء الله في الحلقات ديت كده. تمام، علشان ايه يعني نكمل بقى الشياكة والقيامة بتاعت الشنطة. طيب هي خدت متر ونص من السلسلة ديت. السلسلة ديت المتر ب 18 جنيه. تمام. ومعاها الحلقات الصغنونة ديت. خلاص، يعني الحلقتين دول تقريبا بجنيه ونص او بجنيه حاجة زي كده يعني. تمام. يبقى اهي دي الاكسسوارز بتاعتها كلها. خلاص، من مصطفى عبادة باب الشعرية ممر زوزو خلف جامع الشعراني. خلاص. طيب هناخد معاها خيط 60 او 70 او 80، الخيط المتوفر عندك. خلاص. هناخد كده، انا النهارده هعملها بخرز جونجان مستورد. انا جايباه من اولاد مزار، في في قبل حاره المزين. انا عايزه اقول لكم تحت فندق، قبل فندق فلسطين، شارع ابو الحسن. تمام. طيب ده للناس اللي هي مش موجودة يعني في المنطقة أو ما تعرفش أولاد نزار. خلاص. طيب بكام النص كيلو؟ الكيلو ب 260، النص ب 130 جنيه. خلاص. ومعانا البنزات بتاعتنا. خلاص. ومعانا بصي الخرز اهو، هو مش لبني علشان بس ممكن الكاميرا مفتحه اللون بتاعه، هو زهري، زهري كمان غامق. تمام. طيب هنجيب الفريم كده، هنفتحه، نفتح الفريم. هو زي ما انا قلت لك الفريم 20 سنتي. طبعا عنده كل المقاسات وعنده كل الاشكال كمان. هنتفق على حاجه، الفريمات المعدن شغلها واحد، ما بيختلفش على حاجه. جبتي ال5 سنتي، جبتي ال20 سنتي، جبتي ال30 سنتي، شغل الفريم هو هو. تمام. يبقى هنعمل ايه؟ شايفه احنا هنشتغل كده. بصي الفتحات بتاعتها، عايزه اقول لك حاجه كمان، وانت بتشتري الفريم خدي بالك ان اول فتحه يعني هي شايفه يعني مظبوطه سليمه، مش مقطوشه من هنا ولا فيها حاجه. او شوفي اول فتحه، بصي هتلاقي الاتنين مسافتهم واحده. اهو الفريم جاي مظبوط، شايفه؟ اهو من ناحيتين اهو، ومن ناحيتين اهو. علشان في فريمات بتبقى جايه فيها غلطه، ممكن لو انت مبتدئه هيضايقك في الشغل. خلاص. هنعمل ايه؟ هندخل الخيط في اول فتحه اهو، هندخل الخيط في اول فتحه. خلاص. وبعدين نسيب فتحه وندخل في الايه، يعني اول فتحه وتالت فتحه هنسيب فتحه وندخل في اللي بعدها. يعني هندخل في الاولى والتالتة اهو بالمنظر ده. شايفه؟ اوريها لك من ورا اهي، اهي كده اهو. خلاص. هنعمل ايه؟ هناخد 3 خرزات. احنا بنعتبر فتحة الخرزة، فتحة الشاسيه بمثابة خرزة. هنشتغل غرز رباعية. تمام. نسمي بالرحمن. ولو انت جديدة في القناة يعني يا ريت تشرفيني وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل. هندخل كده. بصي اهو، خدت 3 خرزات اهو، وعملت العقدة ونزلت تاني في الفتحة التالتة.
اللي ايه كان الطرف التاني كان نازل منها اهو. هسحب الخيط بتاعي كده اهو وهشد الفتحه بتاعتي. لو تفتكروا انا في الورش بتاعت البوكات الاولانيه انا كنت اشتغلت الخرز اشتغلته نايم، مش خرز واقف زي كده. هسيب تاني فتحه وادخل في التالتة، تمام، واخد خرزتين. احنا قلنا الفتحه بمثابه خرزه. هسيب اهو فتحه وادخل في الايه في الفتحه اللي بعدها واخد خرزتين واعمل العقده وانزل تاني. انزل لك الحامل شويه، تمام، وانزل تاني فين؟ في الفتحه اللي انا طلعت منها اهي. خلاص اه. بسحب الخيط بتاعي، انا واخده حته خيط صغيره جدا علشان ايدي بتخبط في الحامل وعلشان ما تتلخبطيش معايا من لف الخيط على بعضه، تمام اهو. شايفه؟ بصي، وخيط 60 والخرز ما شاء الله ماسك نفسه جدا. طيب هسيب تاني فتحه وهدخل في التالتة، هاخد خرزتين وبعدين هنزل في الفتحة اللي انا طالعة منها اهو. هسيب تاني فتحة وادخل في التالتة. خلي بالك علشان لو في فتحة عديتي يعني فتحتين مع بعض ودخلتي في الرابعة الشغل مش هيطلع معاكي مظبوط. فدايما ركزي في عدد الفتحات اللي بتشتغلي عليها. هناخد خرزتين العقدة، ناخد طرف الخيط التاني ندخله في العقدة، ننزل تاني في فتحة الفريم بتاعنا. ندخل كده كده اهو، شايفة؟ بصي، هندخل تاني نسيب فتحة وندخل في التالتة، وملكيش دعوة بالدوران بتاع البوك، امشي على طول يعني زي ما انت ماشية كده ستريت على طول. هناخد خرزتين العقدة، هننزل في الفتحة اللي احنا دخلنا منها اهي، نشد العقدة، تمام. هندخل في الفتحة التالتة. يعني احنا دلوقتي بنسيب واحدة وندخل، مش يعني نسيب سطر زي ما بيقولوا ونمشي على سطر، نسيب فتحة وندخل في اللي بعدها. ندخل كده في خرزتين، واحد اتنين كده اهو. ننزل في الفتحة اللي طالعين منها. في ناس بقى بتشتغل ازاي؟ بصي، علشان خاطر الناس اللي بتشتغل بالطريقة دي متحترش، احنا قلنا هنسيب فتحة وندخل في اللي بعدها اهو. في ناس بتشتغل كده، بتاخد في طرف الخيط التاني بتاخد ايه، بتاخد خرزة وتعمل العقدة اهي كده، شايفين؟ وتنزلي في نفس الفتحة تاني بعد ما تعملي العقدة، نفس الفتحة تاني اهو كده اهو. عشان في ناس بتشتغل في كل شيخ وليه طريقته. ناخد طرف الخيط التاني، ناخد خرزة وندخل في العقدة بتاعتنا اهي، ونسحب عادي. وتتأكدي ان الخيط في وسط الخرزة، هتدخلي في الخرزة اللي جنبها كده اهو. ناخد خرزة على طرف الخيط التاني اهو، نعمل عقدة وننزل في طرف، ننزل في الفتحة اللي احنا طالعين منها اهو، وناخد خرزة وندخل في العقدة كده اهو، ونسحب الخيط بتاعنا اهو، العقدة في وسط الخرزة. ده ماشي وده ماشي، كل واحد يشتغل بالطريقة اللي تريحه. ندخل في الخرزة في الفتحة التالتة
نسيب واحدة ونمسك واحدة، ناخد اهو، نرجع بقى لطريقتنا تاني. هناخد خرزتين، تمام. وبعدين انا خدت حتة خيط صغيرة علشان الحامل، وعشان كمان لما تلاقيني الخيط خلص مني وانا على الشاسيه شغالة او على الفريم، تعرفي تكملي شغلك ازاي وتاخدي خيط جديد. تمام كده اهو. ندخل في الفتحة اللي بعدها، يعني نسيب واحدة ندخل في واحدة، في اللي بعدها على طول ناخد خرزتين، ندخل فتحة، الفتحة اللي بعدها. الخيط عشان صغير بيتوه في الفريم من جوه، في الاطار بتاعه من جوه. خلاص ندخل نسيب فتحة وندخل في التانية، يعني مش في التانية اللي بعدها على طول، في اللي بعدها على طول نسيب واحدة وندخل في واحدة، ناخد خرزتين. شغل الفريم ممتع وسهل جدا. تمام، شغل الفريم ده بصوا تحفة. نشد ونسحب العقدة بتاعتنا. وتأكدي العقدة موجودة في الفريم، يعني بصي شايفة العقدة هنا اهوت موجودة لسه في الفريم، بصي شايفة ما طلعتش من الفريم. فانتي تسحبي كده، ماشي. هندخل في الفتحة اللي بعدها. انا عايزة بس ايه اطمن ان ايه الفتحة علشان الخيط قصر معايا. تمام، هندخل في ايه، احنا كنا هنعمل ايه، كنا هنشد ديت كده شوية عشان انا مش مطمنة ان الفتحة دخلت. ايوه كده كانت كنت حاسة ان هي كده متزنقة في الخرز، كده بقت مظبوطة. هندخل بصوا اهي بنسيب فتحة ندخل في اللي بعدها. تمام، هنا بقى طرفين الخيط قصروا، هنا طرفين الخيط قصروا. هاخد على الطرف دوت، الطرف اللي تحت طرف الخيط التاني، هاخد خرزتين بصوا كده اهو، واعمل العقدة اهو، واسحب الخيط بتاعي واشد جدا علشان أأمن الغرزة. تمام، اهي بقت زي الحديد. هنزل عادي بطرفين الخيط اهو، طرف اهو كده علشان أأمن الشغل بتاعي. ومش هقص الخيط دلوقتي، انا ما بحبش اقص الخيط غير لما بكون متأكدة جدا ان هو خلاص انا أمنت شغلي. تمام، اهو شايفة كده اهو. هدخل في الفتحة التانية كده، وممكن اسيبها علشان خاطر وقتكم كده اهو، وبعدين ايه نبقى نرجع هنشتغل على الغرزة دي تاني، ابقى اوريكي هنعمل ايه. تمام، هنعمل ايه، هناخد حتة خيط كمان، هناخد حتة خيط كمان برضو، حتة خيط صغيرة علشان التصوير. تمام، طيب احنا هنعمل ايه، شايفة احنا هندخل في الفتحة بتاعة الخرزة اللي واقفة ديت، هندخل في الفتحة بتاعة الخرزة اللي واقفة دي، هنقلب كده وعند اخر خرزة كنا واقفين عليها اهو هندخل، شايفة اهي. انا بس عايزة الخيط القديم كده يتدرى كده اهو، دخلنا فاهو شايفة في الفتحة بتاعة الخرزة الطولية اللي كنا واقفين عليها عادي. هنكمل شغلنا عادي.
تمام. وبعدين هندخل هنسيب فتحة ونمشي على اللي بعدها. خلاص كده اهو. هنطول بس من هنا سيكة صغيرة، وبعدين هناخد خرزتين ونمشي زي ما كنا ماشيين، 1 2 اهو. هناخد كده العقدة شايفة، وننزل في الفتحة بتاعت الخرزة اللي احنا طالعين منها. اسحبي العقدة اهو. هنكمل زي ما احنا ماشيين، هندخل في الخرزة اللي بعدها في الفتحة التالتة، يعني هنسيب خرزة فتحة وندخل في فتحة، هندخل كده في خرزتين اهو. هناخد كده العقدة اهو، دخلناها في الطرف التاني، اهو هننزل في نفس الفتحة اللي احنا خارجين منها، هي نفس الفتحة. نسحب الخيط بتاعنا، ندير العقدة جوه الخرزة في نص الخرزة بالظبط، تمام، عشان شغلك ما يبقاش فيه اي عيوب وتبقي مطمنة ان شغلك مظبوط. هندخل هنسيب فتحة وندخل في فتحة، هناخد خرزتين هناخد خرزتين، سيبنا فتحة ودخلنا في فتحة، خدنا خرزتين، عملنا العقدة، هننزل في نفس الفتحة اللي احنا طالعين منها اهو، شايفة. ولو عندك اي استفسار تحت امرك قوليلي وانا معاكي لغاية لما باذن الله بعد ربنا تخلصيها. هنسيب فتحة وندخل اهو، انا عايز اقرب لك، هنسيب فتحة ندخل في اللي بعدها كده اهو. ناخد 1 2 عقدة، هننزل في الفتحة اللي احنا طالعين منها، هنسيب فتحة ندخل في التانية اللي بعدها، الفتحة اللي بعدها اهو. ناخد خرزتين العقدة، نصطاد طرف الخيط التاني، ننزل في نفس الفتحة التانية اللي احنا طالعين، فتحة الخيط اللي احنا طالعين منها بطرف الخيط التاني اهو اهو. هنسيب فتحة ندخل اللي بعدها 1 2 العقدة، ننزل في الفتحة اللي احنا طالعين منها، سيب فتحة ندخل في اللي بعدها، ناخد خرزتين 1 2 العقدة، طرف الخيط التاني ندخله في العقدة، ننزل في نفس الفتحة اللي احنا خارجين منها، نشد العقدة ونداري العقدة في وسط الخرزة. شايفين انا مرضتش اعمل اي غرزة بره التصوير، امشي على الشاسيه كله قدامك علشان تبقي شايفة الشغل، ودي امانة، علشان في ناس معانا بيبقوا مبتدئين، انا بحب اراعيهم، بحب يعني اللي يتفرج على الورشة ينفذها.
اسيب فتحة وادخل في اللي بعدها، اخد خرزتين العقدة، اجيب طرف الخيط التاني هدخله في العقدة، هنزل في نفس الفتحة اللي احنا طالعين منها، اسحب وادر العقدة في وسط الخرزة. سهل جدا شغل الشاسيه او الفريمات يا جماعة، مفيهوش اي حاجة صعبة خالص. هناخد خرزتين ناخد كده العقدة، مش عارفة هي زعلانة كده اهو. ادخل في الخرزة في الفتحة، نسيب واحدة وندخل في اللي بعدها، هناخد خرزتين ننزل في نفس الفتحة بتاعت الخرزة اللي خارجين منها، نسيب فتحة وندخل في الايه اللي بعدها، ناخد خرزتين طرف الخيط التاني، هننزل في نفس الفتحة اهو، ندخل نسيب واحدة وندخل في التالتة، هما مظبوطين قوي يعني. بصي بفضل الله الفتحات مظبوطة قوي، احنا مش هنسيب فتحتين، احنا دايما بنسيب واحدة بس. ده خرز مقاس 8 و ان سبتي فتحتين الشغل ممكن يطلع معوج معاكي خلاص، لازم تسيبي فتحة واحدة، تسيبي فتحة وتخشي في اللي بعدها كده. طرف الخيط قصر هنجيبه بقى بالبنزاية كده ونشد شدة مظبوطة، هندخل بقى في اخر فتحة. بصي شايفة اهو، هنا بقى الشغل الحمد لله طلع، بصي مظبوط والعدد مظبوط معانا وتمام. اهي هندخل اهي، شايفة بنسيب واحدة وندخل في اللي بعدها. طبعا طرف الخيط يعني لا حول ولا قوة يعني به. هناخد كده بقى ده هنا اهوت العقدة ونعملها كده اهو في طرف الخيط الطويل وطرف الخيط الصغير، عشان احنا مش هنعرف ننزل تاني بالفتحة في الفتحة بتاعة الخرز. بصي انا يعني لما طرف الخيط قصر وريتك عملنا ايه، وهنا هو طرف الخيط قصر تاني واحنا في اخر الشغل مش عارفه انزل في الفتحة، فخليت الشغل على طرف الخيط اللي فوق العقدة، خليتها على طرف الخيط اللي فوق. تمام. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هساوي بقى كده هداري طرف الخيط، طرفين الخيط بتوعي هنزلهم في الفتحات تاني اهو، بينزلوا معاكي اهو بمنتهى السهولة. وده كمان، وممكن اسيب ده برضو زي ده كده لما اجي اشتغل الدور اللي بعده. بصي ولا معوج ولا في اي حاجة، ماشي. بصي زي المسطرة. تمام. هنعمل ايه؟ هناخد خيط جديد، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ هنشتغل بقى كده خلاص غرز رباعية عادية جدا، وكأنك مش على شاسيه ولا على فريم ولا اي حاجة، كأنك يعني بتشتغلي الخرز عادي. تمام. ده هنا نخش من الناحية التانية، ممكن نشد دي كده
نسحب العقدة بتاعتنا تاني اهو، ونشد تاني علشان نشد الايه الغرزة ديت نخليها مشدودة اهو. خلاص بس كده. نعمل ايه؟ نوسطن طرفين الخيط مقاس واحد، نرفع بقى الحامل حبة سيكة صغننة كده تمام. هنعمل ايه؟ انا عايزه بس يعني اظبط لكم الحامل سنه تاني علشان تبقوا شايفين الشغل كله. طيب احنا كده خدنا طرف خدنا خيط جديد وسوينا طرفين الخيط قد بعض، ونتاكد تاني ان هما قد بعض علشان ما يبقاش طرف فيه اقصر مني وانا شغاله قد بعض. تمام. هاخد 3 خرزات، ادي 1 2 3، 1 2 3 اهو. شد كده، هدخل في الخرزة اللي جنبها رباعية عادية جدا. هدخل في دخلنا في الخرزة اللي جنبها، هناخد كده خرزتين. هنمشي كل مرة ندخل في الخرزة اللي جنبها وناخد خرزتين، نمشي في الخرزة اللي جنبها وناخد خرزتين. شايفين؟ ندخل في الخرزة اللي جنبها ناخد خرزتين. ندخل في الخرزة اللي جنبها خرزتين، رباعية عادية مفيهاش حاجة خالص. تمام. انا همشي بقى هكمل كده شغل لغاية لما اوصل اخلص الدور كله، اخلص كله وهرجع لك. طيب هنا احنا وصلنا لاخر غرزة. تمام. عندي طرف خيط فوق وطرف خيط تحت. هنا اهوت هشتغل على طرف الخيط اللي تحت واخد خرزتين، 1 2 العقدة اهو، ونقفل الدور دوت ونرجع ناخد على طرف الخيط اللي بره، هناخد 3 خرزات 2 3 كده اهو، ونشتغل برضو غرز رباعية عادية ما فيهاش حاجة خالص اهو كده. كده اهو 1 2 اهو، دخلنا في خرزة ومعانا خرزة من الغرزة اللي قبلها وخدنا خرزتين. هنمشي كده شايفة اهو داير بيدور على الشاسيه كله. انا هخلص الدور دوت وهشتغل 3 ادوار برضو على الجنب التاني من الشاسيه وهرجع لك علشان يبقى هنا 3 ادوار وهنا هو 3 ادوار. هخلصهم ونرجع ان شاء الله.